مهم واللي ناس كتير مش عارفاه إن سحب الأرض من المطور مش بيحصل فجأة، بيكون في منظومة كاملة قبل القرار ده. أول حاجة اختار رسمي، تاني حاجة بيكون في إنذار، تالت حاجة بيكون في مهلة تصحيح، رابع حاجة بيكون في إلغاء تخصيص، خامس حاجة تنفيذ الاسترداد. يعني الدولة بتدي بدل الفرصة 2 و3، ولو الأرض اتسحبت من المطور النهارده وأنت عرفت إن هي اتسحبت منه النهارده، هو بيبقى عارف قبلها بفترة إن الأرض هتتسحب منه. اللي المفروض تعمله أنت بقى كمشتري، تتأكد من المطور مسدد أقساط الدولة بالكامل، على الأقل جزء كبير منها. نسبة الإنشاءات الفعلية على أرض الواقع، المطور واصل لنسبة كونستراكشن قد إيه في وقت قد إيه. ما تكتفيش بالعقد، اطلب التراخيص والقرار الوزاري بتاع المطور واطلع عليهم، ويفضل تنزل تبص عليهم بنفسك في السيلز اوفيس بتاع المطور. ابعد عن اي مشاريع عليها علامات استفهام، تاخيرات، تراخيص لسه ما خلصتش. ولو محتاج تشتري في مشروع دلوقتي ومحتاج تطمن من كل الورق والتراخيص بتاعه المشروع ده، اكتب لي اسم المشروع في كومنت او ابعت لي على الواتساب وهبعت لك كل التفاصيل الخاصه بالمشروع.